أهلا وسهلا بيكم وحياكم الله. قصتنا اليوم عن ذي الشعر الأحمر. خلونا نبلش ولا تنسون تدعمونا. بسنة 1979 بالتحديد 31 أكتوبر يوم الأربعاء الساعة 11 بالليل، أكو 3 فتيات من مدينة نورثش اللي هن أسمائهن إيما وميليسيا وإريكا. أعمارهن كانت تتراوح بال16 من العمر تقريبا. كانت هذين الفتيات متجهات إلى بيت عمتهن إيما. كانت عمتهن محتجزة بالمستشفى بسبب أنه عندها عملية جراحية. مهمتهن أنه يقومن بتدبير أمور المنزل والحراسة، لكن الفتيات ما انتبهن أنه هذا المنزل الفيكتوري القديم بي أكو شي مخيف بالظلام وقاعد يتحرك، وكان ينتظر اللحظة المناسبة. البنات انشغلن بالثرثرة عن الشباب حتى نزلت فكرة مخيفة إلى عقل ميليسيا، فاقترحتها على صديقاتهن وقالت لهن خلي نحاول رؤية الزوج المستقبلي. كانت هذه تسمى بلعبة الهالوين. نزلت الفكرة بدماغ صديقاتهن ولحن على ميليسيا انه تعلمهن الطريقة، فوافقت ميليسيا وقالت لهن تجن توقفن قبال المراية وتخلن شموع 2، وحدة على اليمين ووحدة على اليسار، وتمشطن شعرشن بإيد وحدة والإيد الثانية تلزمن بيها تفاحة. وقالت لهن بأنه لازم تنتبه على الجهة اليسرى وراح يطلع صورة زوجها المستقبلي. وأيضا قالت لهن أنه أمي سوت هاي الطريقة وشافت وجه أبوي قبل لا تتزوجه. فأما خلت براسها هاي الفكرة وراحت طلعت من غرفة المعيشة ورجعت جايبة تفاحة وشموع 2 والمشط، ووقفت قبال المراية مستهزئة وخلت الشموع وسوت الطريقة، لكن ما حصل أي شيء. فقالت لها ميليسيا أنه لا تسوين هذا الشيء، ربما يكون سحر أسود. وأيضا أنه الساعة هسه بالعاشرة والطريقة ما راح تنجح إلا منتصف الليل. فاقترب منتصف الليل ووقفت إيما مرة ثانية مقابل المرآة وسوت الطريقة، وانتبهت إيما وهي قاعدة تمشط شعرها بأنه وميض كهربائي قاعد يظهر من شعرها، فما دارت بال لهذا الموضوع وكملت الطريقة. ورا شوية من بعد فترة ظهرت صورة على جانبها الأيسر، لكن ما كانت صورة زوجها، كان هذا وجه شاحب ذو شعر أحمر وغاضب بشكل مو طبيعي. فخافت إيما، وبهاي اللحظة الوجه أخذ يزمجر عليها وكأنما يريد يقتلها. خافت إيما واستدارت لورا وما شافت أي شيء، وكان الوجه ظاهر بالمرآة فقط. فركضت إيما حتى تفتح الأنوار يعني المصابيح، لكن وقعت وفقدت من الخوف. صديقاتها ميليسيا وصديقتها الثانية كانن ينظرن إلى إيما لكن ما يعرفن شنو الموضوع. فقامت ميليسيا حتى تفتح النافذة ويدخل الضوء، لكن فجأة تجمدت قدام النافذة وأخذت تصرخ. كان هناك قطع من الفحم مشتعلة بالقرفة وأحرقت وداست عليها وأحرقت رجلها. فكانت مصدومة من هذا الشيء، إنه كيف الجو مظلم وهاي القطع الفحم ما شافتها وداست عليها. وأيضا المدفأة كانت طافية من الأساس، وفجأة القرفة بدت تتساقط من عندها خشب مشتعل نار وفحم. رغم الظلام الفتيات قدرن إنه يطلعن من البيت. وبعد أيام رجعت العمة لمنزلها واتصلت بها إيما واعتذرت لها عن احتراق غرفة المعيشة، وقالت لها بقصة الأخشاب المشتعلة نار ومتطايرة، لكن ما قالت لها بموضوع التعويذة. العمة قالت لها بأنه المنزل بخير وماكو أي شي محترق، وتصورت العمة بأنه الفتيات أخذن مشروب مخدر وظلن يتوهمن. وبعد هذا وكل من عاش حياته بطريقة طبيعية لحد ما وصلنا العام 1984. التقت إيما برجل يدعى روي واعتبرته الرجل المثالي اللي تشوفه في أحلامها. كان طويل القامة، أشقر الشعر، وأزرق العينين،
وبحلول صيف 1985 كانت إيما انخطبت لروي بالفعل، وانتقلوا للعيش في شقة. لكن روي خضع تدريجيا لتغيير جذري بشخصيته، ورأت إيما جانب مثير للإشمئزاز بخطيبها. كان يرجع بحالة سكر، وحالته تدهور يوم ورا يوم، حتى مرة من المرات قام بضرب إيما بطاولة القهوة أثناء مشاجرة بيناتهم. إيما غادرت شقته وتركته لمدة أسبوع، وبقت عايشة ببيت شقيقتها. لكن روي ما تركها، وظل يتصل بيها دائما ويتوسل بيها أنه ترجع. في الأخير استجابت إيما ورجعت له على أمل أنه يتحسن سلوكه. لكن شيء ورا شيء استمر روي يتغير، وتصرفاته تصير غريبة أكثر. وذات مرة رجع روي يرقد بجانب إيما بالسرير، ولاحظت أن جذور شعره صايرة أحمر. اعتقدت أنه شعر روي أشقر بطبيعته، فسألته وقالت له، واعترف لها بأنه يكره لون شعره الأحمر، وكان يسبقه لمدة عامين اللي مضن. وقالت له بأنه شعرك ليس سيء ولونه حلو، لذلك لا تصبغه. فروي أخذ بكلامها، وبعد 6 أشهر حدثت مشاددة قوية بينهم. فإذا بيها تنصدم وتشوف مشهد اعتقدت بأنه من الماضي، ووجدت نفسها واقفة قدام رجل أحمر الشعر شاحب الوجه، عيونه تفيضان بالحقد والغضب. هذا المشهد نفسه اللي شافته قبل 5 سنوات. أخذ روي يزمجر، وثم أخذ سكين من الطاولة اللي كانت بجانبه، وراد يقتل إيما، لكنها تمكنت من الهرب وراحت البيت أهلها، ومناك طلبت الشرطة وألقت القبض على روي، ووعدت أهلها بأنه ما ترجع إلى خطيبها المجرم. وبعد سنوات تزوجت برجل آخر، وهي مؤمنة من أنه اللي شافته في السابق كان تحذير من أرواح طيبة أرادت أن تنقذ حياتها. انتهت قصتنا لهذا اليوم، إن شاء الله تنال إعجابكم، وإذا عجبتكم لا تنسون تشتركون وتنطونا إعجاب. وحياكم الله، ونلتقي بقصة ثانية. في أمان الله.